مشاهدينا الكرام، مرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد. في هذه الحلقة المباشرة أرحب بكم على مواقع التواصل الاجتماعي، على قناة الكرمة، وأينما كنتم حتى لو شاهدتم هذه الحلقة لاحقا. موضوعنا لهذه الحلقة هو الحقيقة الكاملة حول ارتداد ناهد متولي. ناهد متولي أو فيبي صليب، سيدة مصرية اعتنقت المسيحية في التسعينات من خلفية إسلامية. كتبت كتبا تتحدث فيها عن تجربتها مثل لقاء مع المسيح، وبداية قصتها عبارة عن رؤيا رأت فيها السيد المسيح. كانت ناشطة على البالتوك وعلى الفضائيات لما ابتدأت، وكانت تقدم واشتهرت بتقديمها برنامج مع من ضمن المقدمين الذين كانوا يقدمون مع جناب القمص زكريا بطرس، والذي عمدها وكاهن اعترافها هو جناب القمص زكريا بطرس. في الأيام الماضية فوجئت كما فوجئ الكثيرون بأنها عادت للإسلام في فيديو عرض على الإنترنت. طبعا هذا خلق نوع من التساؤل. هذه الحلقة كانت مقررة لموضوع آخر لا علاقة له بهذا الأمر، لكن اضطررت نظرا لكثرة الأسئلة التي تصلني، فقلت أدلي برأيي في هذا الموضوع. أولا، أنا مع حرية أي شخص في اعتناق أي دين شاء في أي وقت شاء، وأن يغير رأيه أو رأيها وقتما شاء أو شاءت، لأن هذه هي الحرية، هي اتجاهين لنا وعلينا. لا يحق لأي شخص تهديد أي شخص غير قناعاته الدينية، لا يحق له ابتزازه، لا يحق له أي شيء من هذا القبيل. لكن في نفس الوقت أنا ضد استغلال الأشخاص الذين لديهم سواء مشاكل نفسية أو أمراض أو إلى هذا أشياء من هذا القبيل. أتذكر أني واحدة من الأشياء التي سترونها واضحة كل الوضوح أني ولا مرة استضفت السيدة ناهد متولي لسبب واضح وبين سأقوله في هذه الحلقة. أنه لما حاولت أتواصل معها الأشخاص المقربون منها قالوا لي بلاش يا رشيد، لأنه ممكن تقول كلام مش مضبوط، لأنها تعاني من بعض الأمراض النفسية. وكان وقتها قالوا لي أنه عندها خوف شديد، تتخيل أنه الناس بيضطهدونها حتى أو يدخلون حتى لحجرتها ولغرفتها، عندها خوف لا مبرر له، واحترمت ذلك ولم أستضفها. طبعا ربما آخرون استضافوها. أنا دائما عندي هذا المبدأ، أي شخص لديه أو سمعت من المحيطين به أو الناس الذين أثق بهم أو النتورك أنه لديه بعض المشاكل النفسية أو بعض المشاكل أيا كانت، أبتعد عن هذا الشخص وأحترم أنه لا أدخل نفسي في المشاكل. هذا واحد من المبادئ ستجدونه في برامجي. المهم، كان هذا هو الأمر الذي تعاملت به. فوجئت أنها طلعت على يعني على موقع إسلامي وقالت بأن عادت للإسلام. ليس ذلك فقط، بل إن شخصية المسيح هي أسوأ شخصية تعرفت عليها في حياتها، وهذا أثار حفيظة الكثير من المسيحيين، لأنه حتى الذين يختلفون معنا من الملحدين وغيرهم يكنون التقدير لشخصية المسيح. حتى المسلمون يكنون التقدير، رغم أن المذيع حاول يقول لا يميز بين الشخصيتين، هذه شخصية وتلك أخرى، لكن لم يكن ناجحا، لأنه المعروف أن المقصود بها هو نفس الشخصية. لكن سنمشي مع الأمر كما هو. حاولت أتواصل مع سيدة ناهد متولي عبر محاولات كثيرة، بعضها نجح وبعضها فشل وانقطع الخط في البعض، والبعض كان في حدة وكان في توتر، والبعض كان مسالما وكان جيدا. سأعرض بعض المقتطفات مما حصل بيني وبينه، لأني أردت أن أستفسر عن هذا الأمر. خلوني بداية أعرفكم ماذا قالت في الفيديو الذي ظهر على على المواقع، يعني على موقع إسلامي، وقالت فيه بأنها صارت مسلمة. ذكرت فيه شيء غريب، أنه هي مضغوط عليها بابنها. ده مفتاح من المفاتيح، لكن ليس هو الوحيد.
خلينا نشوف الأول، لكن قبل ذلك عندي بعض الملاحظات على اللقاء. اللقاء تم تقطيعه بشكل فظيع unprofessional، بنسميه heavy editing. الهيفي editing هو أنه واضح أنه كان في مشكلة في الحوار وفي أشياء ممكن تسبب مشاكل. كل واحد ممكن يعمل editing، ممكن تشيل بعض الأخطاء البسيطة في الصوت، في الصورة، في كذا، في الإضاءة، في بعض الجمل. لكن الهيفي editing معناه أنه كان في شيء بشع وتم قطعه، والمقطع الثاني لا علاقة له بالأول، وما فيش فقط مجرد editing اللي هو جمالي، لا ده editing يعني لأنه في مشاكل، وأنا أعرف هذا الأمر ولاحظته. اللقاء فيه زلة لسان بخصوص ابنها، سأعرضها بعد قليل. ما جاء في اللقاء لم يكن مقنعا عقليا ولا منطقيا، وما جاء في اللقاء يعارض حتى ما في الإسلام. في هذه الحلقة سأعرض بالتفصيل الممل الكثير من الأشياء، وربما مفاجآت لم يعرفها الناس. خلينا نسمع في الأول ماذا قالته، ثم يعني نعود إلى يعني الفيديو اللي عرضته على موقع إسلامي، نشوف ماذا قالت فيه ثم نعود للتعليق عليه. خلينا نسمع في الأول. في ابني بقى. أيوة. ضاغطين عليا بابني. لحظة، ضاغطين عليا بابني، خلينا نسمع مرة تانية. لاحظوا الجملة، ضاغطين عليا بابني. أيوة. عشان أقول كل حاجة وأسجل كل حاجة. عشان أقول كل حاجة وأسجل كل حاجة. مواضيع كده متشبكة ببعضها، ما فيش داعي أتكلم فيها، فقاطعين الاتصال ما بيني وبينه. يعني قاطعين الاتصال وضاغطين عليا بابني، في جهة تانية ضغطوا عليا بابني وقاطعين الاتصال عشان أسجل كل حاجة وأقول كل حاجة. واضح الأمر، ما فيش أي إشكال. فأنا تواصلت مع السيدة ناهد متولي وسألت عن هذا الأمر. الغريب أنه حاولت تحور وترد المشكلة لشيء تاني خالص. اسمعوا الأمر من بدايته. ألو أستاذة ناهد. أهلا. معك رشيد مرة تانية. أهلا بيك. وقت مناسب ولا خليها؟ لا، الوقت مناسب قوي ونقدر نتكلم، مفيش مشكلة. طيب، عرفتيني في الأول أنا رشيد، اللي كنت بقدم سؤال جريء ودلوقتي بقدم بكل وضوح، وكنت بطلع على الحياة ودلوقتي على الكلام. جميل. فأنا متصل عشان شفت زي الناس الفيديو واستغربت، قلت مستحيل اللي بيحصل، فأنا عايز أسمع منك بنفسك. أولا اوعى تصدق حد يقول ناهد تحت ضغوط. ما في، أنا في أوروبا يا جماعة، أوروبا ما لهمش دعوة بالدين. تبقى مسلم، تبقى مسيحي، يهودي، تقول ما فيش الله خالص، ما حدش يحاسبك، ودي حاجة معروفة. فما فيش أي ضغوط اتشكلت عليها. لا بس في ناس بيقولوا في آخر الفيديو ذكرت ابنك وقلتي في علي ضغوط أتكلم وأقول، فالناس ركزوا على دي وقالوا ربما حد لا في عليا ضغوط اتكلم واقول، يعني مش قادره اقول له يا حبيبي يا محمد وحشتني وكده، عشان ما تعبش اعصابه. فانا شفتوا المشكله، انه شفتوا التحوير، انه عشان ما تعبش اعصابه، وانا عندي ضغط عشان ما تعبش اعصابه، ضغط على نفسي. ايه التحوير ده؟ في حين انها في الفيديو اللي سجلته مع الاخوه المسلمين قالت عكس ده تماما. اسمعوا. في ابني بقى، ضاغطين عليا بابني. ضاغطين عليا بابني، فهي بتحور، وده دليل على الكذب.
وعلى عدم الأمانة، مش فقط إنه مشكلة مرض، لا ده في كذب وفي تحوير وفي تحايل وده لا يليق بسيدة في عمرها في 82 أو 81 في العمر وفي هذا السن. خليني أقول لكم إنه السيدة ناهد متولي مش لما صارت مسيحية كانت في عمري الآن، يعني الآن وكأن الآن أنا أصير مسيحي، كانت في عمري. فهي مش واحدة صغيرة وفجأة اكتشفت الإسلام بعد سنين وفجأة صحيت ولقيت إنه محمد رسول. لا لا لا، هي كانت تقريبا في 50 من عمرها لما صارت مسيحية. فبتيجي في ال80 بترجع للإسلام وتقول لك ما كنتش كده وما كنتش عارفة واكتشفت. ده أمر لا يدخل العقل على الإطلاق. خلينا نمشي لمسألة أخرى. إذا في مسألة ابنها كذبت عليا وغيرت الموضوع خالص، ما فيش أي إشكال. خلينا نمشي لحاجة تانية، ما فيش أي مشكلة. أنا عشان بسأل بحاول أسأل أجمع الصورة في حد، بس اعذروني يعني أنا بنقل كلام الناس بس مش مني أنا. يعني ما تواخدنيش على الكلام بليز. أنا بس اوكي. بقول اللي بيقولوه الناس. إنه قالوا لي إن هي قالت شخصية يسوع المسيح هي أسوأ شخصية على الإطلاق. قال لي كده واحد، هي كانت بتقول لنا إنه بيجي وينام معايا، وسوري على التعبير. ده كلام مقرف وما عيدوش ولا اناقشه، لان ده كلام يعني مقرف بمعنى الكلمه ما وما تقالش يتقالش. اوكي، انا بس لكن انا بستوضح قلت عشان فعلا الكلام هو بيتقال. اسوأ شخصيه على الارض. طيب خليني دلوقتي بس اسالك كده سؤال في الكلام اللي لانه قلتيه اللي دمر سمعته. حياتي. قالت انه يسوع المسيح اسوأ شخصيه لانه دمر حياتي، وانه فكره انه يعني انه الاشاعات اللي بتدور انه كانت هي في هلوسه وبتشوف اشياء غريبه جنسيه حتى، انه دي لا علاقه لها بالكلام، لا علاقه لها بالحقيقه. وفي الحقيقه انا تتبعت الموضوع في رساله يعني انا اعرضها لكم ممضية بخطها، سأتحدث عنها بتفصيل، تقول فيها هذا الكلام، وممكن تشوفوا كل الوضوح أنه المسيح كان بيجيلها وأنه كان بيعمل معاها أشياء غريبة فعلا ما لا تصح. أنه مرت الأيام طويلة وثقيلة وأنا أتلهف لرؤية ابن شيخوختي. يعني كانت تعتقد أنها حامل وأنه المسيح ساعدها على هذا الحمل في الثمانينات من عمرها. فإذا هذا الإشكال كبير جدا، بل بعثت صور توثق حملها يعني، ودي مبعوثة منها، وسأتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل وأثبت كيف. هذه بعتها لأشخاص بأسمائهم وحطت تواريخ وصورتها وسكاندت وعملت كل حاجة، وده شكلها لما قالت لك كنت حامل. ده في 2020 على فكرة، أيام ما كانت كورونا منتشرة بكثرة. وهذا أيضا في 12 أواخر 2020 توثق حملها، بعتها لأشخاص وسأسألها عن هذا الأمر، ستسمعون بأنفسكم، لحد ما في أواخر 2021 انتهى هذا الأمر وذهب الحمل، واكتشفت أنه حمل زائف. بل بعتت رسائل منها هذه الرسالة رقمها واضح هنا، حذفت منه بعض الأرقام حتى لا يزعجها أحد وحتى يكون لائق، لكن تركت الأرقام الأساسية فيه حتى يعرف الكل أنه هذا يعني هو المقصود. شوفوا بأنفسكم. Jesus Christ after he raped me، يعني اغتصبني and enjoyed my body more than 70 years، يعني لمدة حوالي 70 سنة والمسيح اغتصبها ومستمتع بجسمها. وده كلام مش ممكن يزيفه أي حد، مش ممكن يعمل له إيديتين، مش ممكن، وده مكتوب التاريخ هنا، مفيش أي يعني شك في الأمر ده يعني. بل وتراجعت عن هذا الأمر لاحقا. في أشياء غريبة حصلت في تاريخ هذه السيدة، المهم مش واضح أنها في كامل قواها العقلية. ولما سألتها عن هذا الأمر اسمعوا ماذا قالت. لما سألتها عن أو
لما علقت. اسمعوا ماذا قالت. ضغطة مشاعري، مش ضغوط خارجية، أنا ضغطة نفسي وضغطة مشاعري عشان ما أقولش يا حبيبي. اوكي. انا زمان بصراحه مش كنت عارفة، يمكن أنا الطريقة اللي قلت بيها مختلفة، مش عارفة. يمكن. أنت عارف ساعة التصوير الواحد ساعات يتكلم كده. دي حاجة. الحاجة التانية، في ناس قالوا دي مريضة نفسيا وبقالها 2 بتتعالج. طيب ادعوا لي بقى ربنا يشفيني. يبقى ادعوا لي ربنا يشفيني، وده كلام يعني يتقال. ندعي لك ربنا يشفيك، بس ردي على الموضوع. خلينا نسمع مسألة أخرى أنا سألتها فيها. لا، مش لا أعتقد ده المقصود. أنا سمعت الكلام ما كانش مقنع، يعني لما قلتي إنه سبب واحد من الأسباب هو تعامل إبراهيم مع هاجر، واحد من ما هو لو جيت في الإسلام ازاي يتعامل محمد مع صفية؟ أنا ماليش دعوة. بص، أنا دلوقتي لما اتكلمت في الموضوع ده أنا بتكلم على إبراهيم وسارة. بس رجعت الإسلام. أنا بتكلم على الكتاب المقدس. إيه اللي تعبني في الكتاب؟ إن موضوع إبراهيم وسارة إزاي؟ على راسي وعيني. بس على راسي وعيني، بس انت مش عاجبك اللي حصل لسارة وعاجبك اللي حصل لصفية مثلا؟ انا مالي وما صفية. الله. انا بتكلم على بص يا رشيد، انا بتكلم على موضوع معين، ما تاخدنيش في حتة تانية كده بتشتتني. انا بقول لك لا، ثانية واحدة. انا بقول لك اللي تعبني انا قريته وتعبني، النقطة دي يا جماعة تعبتني. ما تقوليش يعني عاجبك لا، خلينا في النقطة دي اللي تعبتني. لاحظوا انه هي تتجنب الجانب الاسلامي. هي لم ترجع للاسلام على فكرة حبا في محمد ولا حبا في الاسلام. هي عندها مشكلة نفسية وكرهت المسيح لسبب ما، بسبب المشكلة دي. فهي راجعة مش قادرة تدافع عن اي شيء يخص الاسلام، فقالت انه سبب واحد من الاسباب الغريبة اللي ذكرتها انه مسألة هاجر وابراهيم. خلينا نشوف مسألة هاجر وابراهيم بسرعة كده بين قوسين حتى ارد عليها لمن لا يعرفون الامر. سارة غارت من ابن هاجر في سفر التكوين، فقالت له خلاص ترد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابني. إبراهيم زعل، فراح الرب قال له لا يقبح في عينيك من أجل الغلام من أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. قالت لك إزاي ربنا يقول له اسمع لسارة؟ يبقى دي مشكلة. وانا سالتها طب صفيه اللي قتل محمد ابوها واخوها وزوجها وهي في عرسها واغتصبها في الطريق، ما عندهاش مشكله مع ده؟ ترجع تقول لك محمد رسول الله. ما عندهاش مشكله مع ده، عندها مشكله مع ساره تطرد هاجر. تخيل بقى ايهما اسوأ. ماشي نمشيها. ايه المشكله في امر زي ده؟ واحده غارت من جاريتها، عندها ابن وعايزة تطردها. ربنا بيحب إسماعيل وبيحب إسحاق، وعد إبراهيم أنه حيكون عنده الوعد من إسحاق عشان يجنب الابن اللي هو ما كانش صغير على فكرة، كان فوق ال 13 سنة لما حصل هذا الأمر بحسب الكتاب المقدس، مش زي الإسلام إنه كان طفل رضيع. المهم كان فوق ال 13 سنة، فقال له معلش اسمع لي الابن وأنا هتولاه، يعني أنا هتكلف بيه ما تخافش، لأنه كان في وعود كده. فلدرجة إنه لما هاجر طلعت قال لها لأني سأجعله أمة عظيمة وكان الله مع الغلام فكبر. وقبل ذلك قال في الأصحاح 17 قبل 21 وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيها أنا أباركه وأتمره وأكتره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. فين الإشكال؟ لو الله قال له خلاص اسمع، قول خلي سارة اسمع لكلامها وأنا علي الباقي أتكفل بالولد، أجنبه أنه يعيش طول عمره هذا الصراع، أجنب أنه يكون في مشاكل في بينه وبين أخوه، أجنب أي شيء مصيبة ممكن تحصل. أنا هتكلف بإسماعيل وأنا سأتولى أموره وأباركه وأجعله كذا.
فين الإشكال في هذا الأمر؟ لا هو لا هي اغتصبت، لا قتل أبوه، لا قتل جدها، لا قتل عائلتها، لا أي شيء. مع ذلك إسلاميا ده هي ما بتعرفش. المشكلة إنه لما يجي واحد يتكلم وهو مش عارف إيه الموجود في الإسلام. في إسلام صحيح البخاري لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، يعني الغيرة، مسألة الغيرة بين هاجر وسارة معروفة عند علماء الإسلام. خرج بإسماعيل وأم إسماعيل، ده في صحيح البخاري، ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة إلى آخره، وحطهم في مكة. بحسب الإسلام أنه حطهم في مكة. فقالت له لما كان راجع، قالت له هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. تركهم لله ورجع بعد ما حصلت مسألة الغيرة. مسألة الغيرة معروفة مثلا في إسلام ويب، رقم الفتوى أهي لمن يريد الرجوع إليها. قال القرطبي: وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل خرج بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة، فكان ذلك كله بوحي من الله تعالى. القرطبي يبقى ارتد عن الإسلام كمان. وقال ابن القيم في زاد المعاد: فإن سارة امرأة الخليل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته. ارتد بقى عن الإسلام. واللي فرحين بيها من المسلمين بقى هتقولوا إيه؟ ده نفس السبب خلاها تترك الإسلام. يبقى هتعملوا ايه؟ انا فقط بوريكم انه هي لا تتكلم عن دراسة ولا عن اي شيء من هذا القبيل، بل هي ماشية كده بسبب المرض وبسبب المشاعر ومش عارف ايه الاسباب الاخرى. خلينا نسمع جزء من الحوار تاني. انا ماليش دعوة بالاسلام، انا أمال ليا لك دعوة دعوة بالكتاب بإيه؟ المقدس اللي انا قضيت معاه اكتر من 35 سنة وقريته وفتفته حتت. وتقولي عن المسيح انه اسوأ انسان او اسوأ شخصية على الاطلاق. شخصية شفتها في حياتي. ده عمل معاكي ايه بالضبط يعني؟ انا اسف، يعني ايه السوء اللي عمله معاكي؟ اظهر لي ذاته. طيب على انه الله الظاهر ففي الجسد. اكمل كلامي. وخلاني سبت بيتي وولادي ومركزي وعيلتي الكبيرة بقيت عليهم عار وفي الاخر اكتشف انه لا اله ولا اتصلب ولا اي حاجة. يبقى خدعني. طب ازاي اكتشفت انه مش اله وما اتصلبش؟ من الكتاب، من الافعال. يعني هي بتقول على فكرة هي مؤمنة انه شافت المسيح، حتى وهي الان رجعت للاسلام، ان الرؤية اللي شافتها كانت رؤية حقيقية. دي ما انتبهش لها المذيع. هي بتؤمن ما رأته كان حقيقة ولا زالت تؤمن بأنه حقيقة. ده واحد. 2، بتقول لك ليه أنا ما مش قايلة الأسباب الحقيقية اللي هنشوفها. قالت إنه السبب إنه طلع إنه مش صح في الكتاب المقدس، لا إله ولا اتصلب. مفيش عاقل يدرس الكتاب المقدس ويدرس الأناجيل، يدرس العهد الجديد، ويجد إنه الأناجيل لا تقول بصلب المسيح. مفيش عاقل يقول كده. يا إما تقبله يا إما ترفضه. أما تقول لي إنه الأناجيل والعهد الجديد ما بيذكرش صلب المسيح، يبقى أنت في مخك حاجة. يعني أنا أجيبها من الآخر كده، ما عنديش political correctness. عندك في مخك حاجة. أي دارس يا تاخده يا ترفضه. أما تقول لي إنه الإنجيل ما فيش صلب، يبقى أنت بتخرف. وما فيش ألوهية المسيح، يبقى أنت بتخرف. من الآخر كده، الإنجيل يركز على ألوهية المسيح. أمال هو بيتكلم عن إيه؟ وبتقول لك انا اكتشفت انه كده. يبقى هو اسوأ شخصية، والكلام مش راكب على بعض. خلينا نشوف رؤية ناهد كما روتها في كتابها. احنا مالنا نشوف الكتاب نفسه. لقاء مع المسيح، بتقول لك كان عندها رؤية، فجأة دخل شخص لا أعرف من أين دخل وكيف دخل، وهذه تؤمن إنها حقيقة. ووجدت هؤلاء الرجال، كان في رجال يسجدون له، يعني الشخص اللي شافته إله يقبل السجود. وصار في اتجاه الكرسي العظيم العالي، كان في عرش كرسي كبير،
لم يسر بخطوات على الأرض، كان ماشي كده فوق، لا إنه سار وكأنه محمول على السحاب أو كطيف حتى وصل إلى الكرسي وجلس عليه، يعني هو صاحب العرش. ويا للعجب إني أسير خلفه دون أن أفكر ودون إرادتي، كانت ماشية وراه، إني أتبعه، سجدت عند قدميه يغمرني، يعني سجدت له. ها؟ الشخص، وهي لا زالت تؤمن بأنه ده حقيقة، على فكرة لم تكذب هذه الرؤية. إنه مزيج من الفرح والخوف، سعادة، هدوء، سلام عجيب، يعني حست بالسلام، يبقى إزاي سيء، مع رعدة شديدة تسري في جسدي وكأنها تيار كهرباء، لا أستطيع السيطرة على جسدي، إنه يرتعد بشدة. سألت نفسي ما هذا الشعور العجيب، ومن هذا الذي أسجد له أنا وكل هؤلاء الرجال؟ وأنا أسألك من هذا الذي سجدت له وهو أولئك الرجال؟ قالت مرت أيام وأنا واصل بالليل والنهار لا أرى غير عينيه المضيئتين، يا سلام، ولا أسمع غير صوته الحنون. مين اللي ممكن يكلمك كل حين؟ يا لعظم محبته لنا نحن الخطاة. وفي أحد الأيام كنت أكلم إلهي الحبيب، سمته إله، وسألته إلهي إني أخجل من نفسي. ما لازم تخجلي من نفسك طبعا، خصوصا بعد الكلام اللي قلتيه. لماذا كل هذه البركة والنعمة؟ لا أستطيع أن أرفع رأسي أمامك خجلا من ذنوبي. أرشدني يا رب. أي سمته رب، ولسه مش مسيحية ولا عارفة الكتاب المقدس ولا أي شيء. أكاد أن أذوب انسحاقا واشتياقا إليك، عن ضعفي ساعدني أن أتحمل، ولكن لماذا أنا؟ من أنا حتى ألقاك وتنعم علي بكل هذا؟ وفي الحال جاء رد الحبيب الإله، أنت لك رسالة. يا للعجب، ولم أصدق ما سمعت. كررت مرة أخرى لماذا؟ ورد علي مرة أنت لك رسالة. صرخت أنا يا ربي، والمرة الثالثة أنت لك رسالة. هي مؤمنة أنه ده حصل لحد الآن، على فكرة لا تكذب. إزاي؟ اسمعوا بقى، اسمعوا بأنفسكم أنه بتؤمن أنه ده حقيقة. يبقى مين ده؟ إزاي يبقى أسوأ شخصية؟ أنا مش فاهم، اللي عنده فهم يفهمني. اسمعوا بأنفسكم. لأنه خدعني. إزاي خدعك؟ وبعدين ده لو كان هو مش إله إزاي يظهر لك أصلا؟ يعني ما أنت بتناقضي نفسك. لو كان إله طبعا يبقى ما ظهرلكش. بس ما تقول، ما بلاش اللعب بالكلام ده. إن ما كانش ظهر لي، بص يا رشيد، التضحية اللي أنا قدمتها، أنا بنت أكبر عائلات مصر، أنا كنت وكيلة حلمية الزيتون الثانوية البنات، عيلتي كلهم في الحكومة. التضحية اللي أنا قدمتها تقول إن أنا شفته بعيني، لأن مش أي حاجة تخليني أسيب ده كله وأمشي. لا أنا شابة صغيرة وقعت في غرام واحد مسيحي ولا وعدني بالجواز. أنا كنت زوجة وأم ل3، وكان عندي ساعتها 47-48 سنة، يعني من الشابة صغيرة. طيب خلاص أنا مصدقك ده كله. مصر كلها تشهد، حلمية الزيتون الثانوية للبنات تشهد أنا كنت إيه. ماشي خلاص ماشي. سبت ده كله ليه؟ عشان وهم ولا عشان جاني في رؤية في منتهى القوة؟ أنت متأكدة إنه المسيح هيكون مين؟ مين اللي هيجي بالقوة دي؟ فهو ظهر لك وجابك، أيوة. ورحت ضحيتي لأجله، وبعدين طلع مش هو الله ولا اتصلب ولا أي حاجة. طب ولا الكتاب المقدس من عند الله. طب ظهر لك ازاي؟ عرفتي ازاي انه المسيح بقى؟ لا ما تشككش في حاجة، يقين. اسأل أبونا زكريا. طب لا، طب هو الكتاب المقدس مش من عند الله؟ استنى بس، أنا رحت له على طول. أنا عايز أتبع معاكي، مخي هيضرب. أنت بتقولي إنه المسيح ظهر لك وأنت متأكدة 100%، بس مش هو الله والكتاب المقدس مش من عند الله. متأكدة إزاي إنه ده هو المسيح؟ وده مال دي ومال دي. هلا هتعرفي إزاي من هو المسيح من غير كتاب مقدس؟ من غير ما أعرف إزاي؟ هو أنا ساعتها كنت مسيحية، ولا كنت قريت في الكتاب المقدس، ولا كنت أعرف عن أنا كنت أعرف عن المسيح المكتوب في القرآن.
بس يعني ده ظهر اللي لك اعرفه. مسيحي القرآن. بقول ايه، بلاش لعب بالالفاظ. لا انا عايز اعرف، آه، صدقيني انا عايز اعرف ولا عايز العب، صححيني بليز لو في اي كلمة غلط. انا مش عايز اي حاجة تكون من عندي، انت تقولي لي. آه. ده ايمان وثقه. واسال ابونا زكريا، لان انا رحت له على طول وقلت له حصل كذا وكذا، قال لي ايوه وده المسيح وعمدني على هذا الاساس. ماشي. فمش هتيجي النهارده تقول لي يبقى انت اللي شفتيه مش المسيح. لا 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 يا رشيد، لا. طب لو كان المسيح بيظهر يبقى عنده قدرة خارقة. في انبياء بيظهروا، في ملائكه بيظهروا، في حاجات كتيره قوي اذا بتحصل بالمنظر ده. ضحيتي لاجله وظهر لك، ودلوقتي بتعتقدي يبقى هو نبي سيء لانه ظهر لك وضحيتي لاجله وما عملش حاجه، برضه هيكون نبي سيء. طب انا شايفه ان انت بتاخدني لسكه تانية. شايفين ما فيش جواب. شايفين الدلامه اللي وقع فيها، الاشكال اللي وقع فيه السيده ناهد متولي، انه هي لحد الان مؤمنه ان الرؤيه بتاعتها صح، وانه اللي شافته سجدت له، وبتقول لك الانبياء بيظهروا والانبياء هيقولوا، وانه اللي سجدت له نادته يا رب، ومؤمنه انه ده حقيقه. وبعدين تقول لك انا ما كنتش مسيحي، انا الكتاب المقدس مش كلام الله. طب عرفتي ازاي انه المسيح؟ بتقول لك ما انا كنت عارفاه من القرآن. يبقى انت امنتي بنبي وبرضه طلع كذاب، وبرضه ادعى اشياء مش ليه، وبرضه خلاك تسجدي ليه برضه. يعني حتى لو صرت مسلمة انت ما شلتيش الاشكالية دي، هي اشتك وقع في مأزق مش عارفة تطلع منه. هشرح لكم المأزق. الاحتمالات الآن في الرؤية هي متمسكة بأن حق. إذا كانت حق فمن رأيته هو يسوع وأنه فعلا رب، هي مش قابلة الاحتمال ده. يبقى الاحتمالات الأخرى إنك رأيت شخصا كذابا مخادعا شيطانا، هي مش قابلة ده. إنك تكذبين علينا ولم تري أي شيء، بتقول لك إزاي وأنا ضحيت، يبقى هي مش قابلة دي. يبقى إنك تأتيك هلوسات سمعية بصرية وهي مش قابلة دي. طب أعمل لك إيه؟ مفيش حل خامس، مفيش حل خامس. أعمل لك إيه؟ يبقى اما شفتي شخص خداع كاذب مخادع، او بتكذبي علينا ما شفتيش حاجه، او بتاتيكي هلوسات انه كل اللي شفتيه كان هلوسه ملوش دعوه بالواقع. هتختاري ايه؟ هي بتقول لك لا شفت رؤيه حق، يبقى قال لي كان هو رب وانت سجدت ليه، اعمل لك ايه؟ ما ده من كلامك. ده واحد من أسوأ الأشياء اللي ما قدرتش تجاوب عليها لحد الآن، والراجل اللي قاعد يستجوبها ولا داري بالموضوع ده ولا هو فاهم يتكلم ايه. المهم عمل جول في المسيحيين. يلا خد أي حاجة ابلع، تقول على إبراهيم هو أصلا مش عارف إنه الحديث موجود في صحيح البخاري. يلا خد يا سيدي، أهي بتتكلم ضد المسيحيين وخلاص. يعني أهي بتقول عن يسوع أسوأ شخصية، وأنا أعمل كومنت كده في النص هو مش بتاع القرآن طبعا، يعني ده بتاعهم، يعني مالناش دعوه بيه. يعني سبيه اشتميه زي ما انت عايزه، يعني احنا مالنا يعني. ده يعبر عن سذاجه وعن استغلال وعن حمق. خلينا نسمع بقيه الحوار. انا لاحظت حاجه في اه كلامك. اه اه انت رجعت اتفضل. الاسلام ولا رديتي على كلمة واحدة من الكلام اللي كنت تقوليه عن الإسلام، ولا عن غزوات محمد، ولا عن صفية، ولا عن بني قريظة، ولا عن أنه في جنس في الجنة حور عين، ولا عن الجزية،
ولا عن القتال ولا عن قتل اليهود والنصارى ولا حاجة. مش عايزة تجيبي تردي على كلامك انت نفسك ايه. انت كنت بتقولي كلام عن الاسلام. ايوه كنت بقول وقلت في كتب وقلت في مناظرات طيب. وقلت تردي عليه ازاي؟ انا مش في مجال ان انا ارد عليه دلوقتي، ولكن انا امنت بمحمد رسول الله. ده حاجات كتيرة صغيرة حصلت امنت بيه ان هو فعلا مرسل من عند الله. اقول لك حاجة ويسوع المسيح كده. اسوأ منه يعني. اسوأ شخصية شفتها وتعاملت معها، رغم انه لم يسبي ولم ياخذ صفيه ولم يقتل بني قريده ولم يغزو، ما خدش زوجة ابنه بالتبني، وما فيش قضى زيد منها قضى بطرس منها وترى، ما فيش الكلام ده، لكن يبقى المسيح برضو أسوأ من محمد. كده يعني. ايوه هو كده. يبقى ده ملوش اي عقلانيه ولا حاجه، يبقى ده كلام بس. شفتوا؟ انا مخليكم انتوا تحكموا ضمائركم، وحتى يلي فرحانين بيها رجعت للاسلام قولوا لنا هترد ازاي على الكلام اللي قالته عن محمد وعن الاسلام. ما كانتش عارفه وهي كانت في ال50 وانسانه متعلمه وكتبت كتب ونشرت وكل هذا الامر، هتقولوا لنا انه ما كانش تعرف وطلعت على البالتوك ونظرت ما كانش تعرف؟ هتردوا ازاي على كل الكلام اللي قالته؟ ولا فرحانين بس انه واحده سجلت جول على المسيحيين وما يهمش الباقي؟ هو في الإسلام اللي شتم محمد بيرجع كده، ولا شاتم الرسول يقتل؟ ولا بيرجع كده بيحسب فقط؟ مش شاتم الرسول يقتل حتى لو تاب. أنا ما بصوا عشان ما ياخدش حد كلامي بره السياق، لا أحرض على قتل أحد، لست من المناصرين لهذا العمل. أنا أسألكم أنتم الذين تغيرون قوانينكم فقط حتى أوضح التناقض بس. هو اللي شتم محمد، والشتيمة هي كل نقد لمحمد، اللي شتم محمد يجي كده ترحبوا بيه أهلا وسهلا، ولا هو شاتم الرسول لا تقبل له توبة؟ اسألوا فقهاءكم وشيوخكم يعني، ده مش حاجة يعني مستخبية. نرجع لأمر مهم يعني هتكلم عنه. ذكرت الروح القدس في خلال كلامها كده. أنا هسألها عن الروح القدس، لأنه كانت تتكلم أن الروح قال للتلاميذ، والتلاميذ ما وصاهمش عن الصليب وقال لهم فقط حرموا بعض الأشياء البسيطة وما تكلمش عن الأمر ده. وأنا لو فضل وقت هشرحها بالتفصيل لمن يريد فهم هذه الجزئيات، لأن هي عملت منها مشكلة، وهي أصلا عند أي دارس أبجديات الإنجيل ما يوقعش في مشكلة في دي خالص. لكن أنا هسألها عن جزئية الروح القدس، لأنه واضح المذيع مش عايز يدخل معاها في التفاصيل. الشيطان يكمل في التفاصيل، والتفاصيل ممكن تفضحه وهيعمل اديتين اكتر من اللي عمله، فما دخلش معاه في التفاصيل. خلينا نسمع الجزئيه. مين الروح القدس يا ست ناهد بالنسبه لك؟ الروح القدس هو الله 3 أقانيم، وكلمة أقنوم معناها الاتحاد دون امتزاج والتمييز دون انفصال. الله دلوقتي. الآب الله دلوقتي انت بتؤمن الروح القدس؟ الروح القدس هو روح الله. اصل دي واضحه، الروح هو الروح والقدس هو الله. روح هو الله. هو جبريل؟ لا انا ما تدخلنيش في المتاهات دي، انا بتكلم دلوقتي معاك عشان اقول لك اللي تعبني في المسيحيه وخلاني اسيب المسيحيه. لو رجعت الاسلام لازم تؤمني انه جبريل مش روح الله. بلاش الشروط دي. اؤمن باللي يعجبني وما اؤمنش باللي ما يعجبنيش.
وهتصير أنا حر. هرطقة ويحكموا عليكي برضه بالقتل، انت عارفة كده لا، يعني. وفر نصيحتك، وفر نصيحتك. صدقيني هتصير آه هرطقة. لكن معلش. معلش، شفتوا المهزلة؟ قالت لك أؤمن باللي بيعجبني وما أؤمنش باللي بيعجب. يا سلام، يعني إحنا نفصل دين نسميه إصلاحي، شوية من الإسلام شوية من المسيحية، إصلاح كده، نعمله هايبرد كده، اللي هو شوية كده وشوية كده. هي على فكرة لا زالت تؤمن إنه الله على الأقل اتنين، إنه في روح الله وفي الله على الأقل اتنين. معرفش، ما سألتهاش عن الابن، لكن هي على الأقل ما عندهاش تالوت لحد الآن، عندها تانوت. فالمهم الست دي هتطلع بهرطقات لو انتوا فضلتوا ماشيين في الأمر ده. أنا فقط أريكم أنه هذه السيدة الآن كبرت في العمر، غير مستقرة نفسيا، لا عارفة هنا ولا عارفة هنا. فعيب أنه الواحد يروح ويعمل معاها انترفيو حتى ينصر الإسلام. بس أنا عايز أوضح النقطة دي، لا يؤخذ منها دي رفع عنها القلم. بس ده اللي كنت عايز اقوله. ما هو لو دخلت معاه في تفاصيل اكتر انا كنت طلعت لكم زبادي، يعني اشياء كتيره ما تحلموش بيها. نرجع لمساله الرسائل. الرسائل دي مؤكده 100%، بعتتها الاشخاص نداء الى كل من يؤمن ان السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد. قالت في ده الرسالة طويلة، مش عايز أقراها لكم عشان هتاخد وقت طويل، لكن أقرأ جزء منها. الحقيقة واضحة كل الوضوح أمام كل من له ضمير حي يحكم به، وكل من لديه صدق ينطق به. المسيح القدوس أطلعني على سر ويريد أن يدمرني لكي لا أطلع أحد على سره. اختار ناهد متولي عندها ايجو، عندها جرانديوسيتي، نارسيسيزم، سميه اي شيء، في مأساة الحمل الكاذب. أنا حصل حمل كاذب، قال لها أنت حبلتي والمولود منك حيكون شيء عظيم. التي استمرت 18 شهرا. أراد المسيح أن يصدمني صدمة قوية لأفتقد قواي العقلية وفي تشويه وجهي وجسدي. هي كانت تؤمن أن المسيح بيشوه جسدها، يريد أن يحطم نفسيتي، تدميري نفسيا، وأيضا لكي لا أكون ولكي أكون دميمة لا يحتمل أحد النظر إلي ولا يصدق أحد ما أقول ويفقدني ثقتي في نفسي. اذكر أيضا أن المسيح غير لون بشرتي إلى سواد. كنت مثل الزنوج واستمر لون بشرتي الأسود لمدة عام كامل. على فكرة أنا أقرأ، لا أوافق على هذا الكلام. ثم بدأ يفتح لون السواد. حتى الآن لم أعد إلى لوني الطبيعي. ربما يقول أحد ناهد إلى آخره. أنقذوني من المسيح، اطلبوا منه أن يرحمني، أخاف أن تخور قواي وأفتح فمي. هي مسكة علي زلة وحتفضحوا فيه بناهد، أهو إمضاءها. الرسالة الثانية، المسيح يسوع خدعني وكذب علي. وده السبب انه حقد عليه، لانه تعتقد انه حملها حمل كاذب وانه اطلعها على سر، والان ندمان على انه شير معاه السر وبيحاول يمنعها بكل الطرق. الرسالة كمان طويلة، انا هقرأ جزء منها. مرت الايام طويلة وثقيلة وانا اتلهف لرؤية ابن شيخوختي. مر شهر يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر. قلت للمسيح متى سأضع؟ أنا حامل الآن لمدة عام كامل. قال لي بكل هدوء انتظر قليلا، هذا الطفل ليس كباقي الأطفال، هذه معجزة كبيرة ستكسر قواعد الطبيعة. انتظرت وانتظرت، حجم بطني في ازدياد. جاء شهر مارس 2021. قلت للمسيح لن أنتظر طويلا ولا ليوم واحد، سوف أذهب إلى طبيب الأسرة لأعرف حقيقة هذا الحمل. فالمهم لما راحت قال للطبيب الذي قام بفحوصات الموجات الصوتية لا يوجد حمل في بطنك، سوائل، وكل شيء بعد ذلك يبدو بصورة طبيعية. لا أحد يتصور صدمتي. 18 شهر المسيح يكذب علي ويخدعني بحمل كاذب. نعم، يريد أن يصدمني صدمة قوية تفقدني قواي العقلية. هذا يا للعار يا قدوس. سؤال المسيح، أهذه الطريقة البشعة تنفع مع كونك إله قدوس ديان عادل؟ أين العدل والأمانة؟ تصيرني مجنونة لتخفي جريمتك؟ يا للعار يا قدوس. هذا الكلام مؤكد من أطراف عديدة.
الخط خطها، الإمضاء إمضاؤها، هذه الصور بعثت بها، كلمت الأشخاص، بحثت بنفسي. ليس ذلك فحسب، بل اتصلت بها أيضا وسألتها عن هذا الأمر. اسمعوا المكالمة. مجدي تدرس طلع رسائل وحابب أتأكد منها بس. لا متشكرة قوي، وزي ما بيقولوا الكلاب تعوي والقافلة تسير. يعني ما بتقفش على الرسائل دي مش بتاعتك، مش خط حضرتك؟ رسائل عن ايه؟ وانا اعرف مضمونها عشان اقول بتاعتي ولا مش بتاعتي؟ بتكلم عن حمل كاذب، وبتكلم عن انه وشك، سامحيني، وشك صار اسود، وانه المسيح اللي عمل كده، وكان في حمل كاذب لمدة سنوات. بص انا كنت متوقعة وعارفة القبط كويس قوي، المسيحيين عموما انا عارفاهم كويس قوي. اول ما بتقول لهم اي حاجة، ده شيطان، ده مش المسيح، ده شيطان هو اللي عمل كده، فخليهم يقولوا اللي هم عايزينه. لا بس بكرة قولي لي، يزهقوا ويقفلوا بقهم. هو الرسالة دي بخط حضرتك ولا لا؟ في رسالتين انا لو اقرا لك لو سمحت. حابة. لا مش حابة. يعني ده واحد من الأشياء مش حابة أنه أقرأ لها الرسائل، وده دليل واضح على أنها محرجة منها وعايزة تنكر بطريقة تطلعها من الأمر. على فكرة مش هي الوحيدة، هي بعتت لأناس آخرين أيضا، ولدرجة أنه ضمنتها رسالة من راهبة بتعرفها، وأهي ناهد موجود الإمضاء هنا. اسألي المسيح الديان العادل، بعثتها لأخت من الأخوات، لماذا شوهت وجه ناهد لهذه الدرجة المرعبة؟ مرسل لك صورة من خطاب الراهبة رئيسة مجموعة أديرة بيت لحم اسمها إيزابيل. أقرت بعد ذلك أنها شاهدت صورتي، أن ما حدث لي خارق للطبيعة. سيأتي اليوم الذي فيه سيأتي اليوم أفضح فيه ما فعله المسيح، حاجة زي كده، مش عارف بالضبط الكتابة، أمام العالم كله. فهي الآن طلعت نفذت تهديداتها أنه هي هتفضح المسيح أمام العالم كله. أنا أصريت على أن أسمع رأيها في الرسائل، مش حاسبها، أصريت. اسمعوا الطامة الكبرى، اسمعوا. والرسائل دي اللي معلش ربنا يسامحني على الكلمة دي، يبلها ويشرب ميتها. ده عندي علم بيها ولا عندي أي حاجة بيها ولا أتكلم عنها. ده فيها إمضاء في بناهد أنقذوني من المسيح، وهو ما فيش حد يعرف يقلد. بص ما حدش يعرف يقلد في بناهد، لأن أنا ملياش امضاء. امضى انا بكتبها كده كتابه ناهد محمود متولي او فيبي صليب. ف لو سمحت، عشان انا عايز كلمه طول النهار. لا كلمه منك بس وانا هقفل. كلمه منك. ايه هي الكلمه؟ امام الله بس، يعني شهاده لله انه الرسالة اللي بتتكلم عن حمل كاذب ولا مرة بعتيها لمجدي تدرس. أمام الله. مع السلامة يا رشيد. شفتوا؟ مع السلامة يا رشيد. كان بسيطة تقول ماليش علاقة، أمام الله أشهد أني لم أبعت هذه الرسالة. بسيطة مش صعبة. ما قدرتش. ليه؟ في نظركم ليه؟ أنا عايز اللي عملوا الفيديو ده يخجلوا، اللي عملوا الفيديو عودة الإسلام يخجلوا. بس روحوا اسألوها هل الخط خطة، قارنوا مع أشياء تانية كتبتها. دي رسالة بعتها my dearest father زكريا، أنا حصلت عليها من الناس اللي مطلعين على الأمر. بعتها للقمص زكريا. our Lord
listen to your prayer. بعد ما اتهمت المسيح ده في نوفمبر 2021 انه اغتصبها، رجعت بعد ذلك وتابت. واضح انه كانوا بيكلموه ويقولوا له عيب اللي بتقوليه وكل حاجه. في نوفمبر 18 قالت له الله سمع لصلاتك. I'm back to my Lord Jesus Christ. هي اللي بتقول لك من 4 سنين، هي في 2021 لسه بتقول أنا خلاص رجعت للمسيح. ده في 2021 بتقول back to my Lord Jesus Christ. I surrender to him. طبعا بتعمل أغلاط كتيرة في الإنجليزي. He is the Almighty God who I am to stand before him. I promise to not open my mouth with one word against him anymore. A promise. وعهد. أنا أتعهد بأني لن أفتح فمي عنه إطلاقا. May he forgive me and reward me. Amen. ناهد. ده رقمها لمن يريد يتأكد. وطبعا لم تفي بالوعد كالعادة. ده رجعت بعد كده في ديسمبر 2021. سلام. Jesus tormented me by pain, made me and metamorphosed me my face into a monkey. خلى غير شوه وجهي يصير زي القرد. To shut my mouth and not to inform anyone his shameful secret. مش عايزني أقول سره لأي واحد. وده من تليفونها. وقال لي أروح للفاتيكان ومش عارف فيه، قولوا له يوقف or I will publicize his face, no one blame me. هفضحه ومحدش يلومني. فهي الآن بتفي بوعدها. رسائل كتيرة بتثبت هذا الأمر وتدل على أن السيدة تعاني من مشاكل نفسية. أنا حابب بس أقول بعض الملاحظات وبعدين هعلق على جزئية لاهوتية قالتها عشان ما حدش في ناس ممكن تصدق، في ممكن ناس تتعثر، في ممكن ناس كتير يحصل لها أشياء. بنوضح الخلاصة للحلقة أنا هحطها قدامكم. ناهد متولي عندها مشاكل نفسية واضح جدا. ناهد متولي عندها حنين لأولادها والعابرون يعرفون ما معنى ذلك. ناهد متولي متناقضة وغير مقنعة في كلامها وعودة الإسلام. مش حابة حتى تتكلم عن محمد ولا تقول أي شيء عنه. هي فقط بتنتقم بسبب خيالها وهلوستها. الإسلاميون استغلوا مرضها وضعفها. دي خلاصة الأمر. عشان في دناءة، مش إنه الواحد يروح يقعد مع الست شوفة كبيرة في السن ويسمع كلامها قبل ما يسجل ويعمل معاها حوار كده بالأول يشوف اتزان العقل وبعدين يقول لها يعني أهلا بيك في الإسلام، بس أنا شايف إنه أولا تحتاجي مساعدة وبعد ذلك نشوف أمر الفيديو ونشوف أمر الكلام ونشوف الأمر دي لأنه صحتك في الأول. ده الإنسان العاقل اللي بيهتم بالإنسان. لكن الإنسان اللي عايز بروباغندا بيروح هي جت أيوة كانت بتطلع مع القموس بتطلع على القنوات بتعمل أيوة ضربة معلم هنعملها وما يهمش تكون بتهلوس ما تهلوش، المهم تقول لنا إنه يسوع أسوأ والكتاب المقدس مش كلام الله وهي هوبا وانتصرنا عليهم وسكور ذا جول ياي. ده خلاصة القصة. ده مش كلام ناس عاقلين. خليني أرجع للمسألة اللي ذكرتها انه الكتاب المقدس بينكر الصليب في اعمال الرسل. اعمال الرسل اصلا في بدايته خالص. اعمال الرسل في بدايته في اصحاح 2 بتلاقي بطرس قدام اليهود بيقول لهم ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال. يسوع الناصري بيقول لهم بأيدي أتم صلبتموه وقتلتموه والذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت. أعمال الرسل بيتكلم كله عن صلب وقيامة المسيح، ما فيش أي شك. أعمال الرسل اللي درسوا بيعرف هذا الأمر. هي جات وقالت لك يعني إيه؟ قالت لك في أعمال الرسل في يعني المشايخ قالوا كتبوا لكنيسة أنطاكيا وقالوا قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: تمتنعوا عما ذبح الأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا.
التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين. قالت لك فين الصليب؟ هي مش قادرة تفرق ما بين الإيمان والأعمال. ده مبدئيا في الإسلام موجود هذا الأمر، لو هي بتعرف في أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره 6، وفي أركان الإسلام اللي هي تعملها تشاهد وتصلي وتصوم وتحج، دي العمل. حتى في المسيحية في أعمال الرسل في أركان الإيمان اللي هي بتؤمن بإيه، وبعدين لما تؤمن تعمل إيه. فهم كتبوا لهم عشان كانوا لسه مبتدئين وما يعرفوش، كتبوا لهم يعملوا إيه. ليه؟ كنيسة أنطاكيا اتكونت إنه تشتتوا الناس وراحوا لأماكن كتيرة، ولما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع التلاميذ لما تشتتوا، وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كتير ورجعوا للرب. الإيمان حصل اوريدي، ده في أصحاح 11. أمنوا الإيمان اللي هو بالصلب والقيامة وكل الأمور دي، لاهوت المسيح، ده حصل في أصحاح 11. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة في أورشليم، فبعتوا ليهم برنابا وشاول وراحوا الكنيسة سنة كاملة. موجود هذا الأمر في أعمال الرسل، سنة كاملة وهم بيعلموهم. بعد كده ليه حددوا لهم الوصايا؟ انحدر قوم من اليهودية قالوا لهم لا، لازم تختتنوا رغم أنكم آمنتوا بالمسيح وآمنتوا بالصلب والقيامة وكده، لازم تختتنوا حسب عادة موسى، لا يمكنكم أن تخلصوا حتى لو آمنتوا، لازمكم الختان. راحوا الرسل بعتوا، راح بولس وبرنابا راح للرسل مشايخ في أورشليم عشان يعملوا اجتماع ويناقشوا من خلال كلام المسيح ايه اللي سمعوه، هل محتاجين الختان ولا لا. لما وصلوا للخلاصة والنتيجة من خلال مناقشة مع الرسل والتلاميذ، وصلوا قالوا لهم ابعتوا للناس المؤمنين already اللي أعلمهم بولس لمدة سنة عن القيامة وعن الصلب وعن كل كده، برنابا وبولس قالوا لهم تعملوا الأمر ده، لا مش محتاجين ختان، بس تمتنعوا عما ذبح الأصنام وعن الدم المخلوق والزنا. تيجي الست ناهد تقول لك فين الصلب والقيامة في الوصايا دي؟ يبقى ما فيش صلب وقيامة. هو أعمال الرسل كله مليان صلب وقيامة. ده واحد عاقل، ده واحد دارس، ده واحد نهتم بكلامه يعني نرد عليه. ده أنا راسي شاب في دراسة الأمور دي وما أقدرش أقول كلمة من الكلام ده. ده واحد عاقل. ودي خطورة اللي بيجي الإيمان عن طريق حلم أو رؤية، ما بيروحش يتأصل ويتلمد ويحط أساس. الرؤية والحلم كويسة ليك بس مش هي المقياس، ما بتحددش إيمانك. لازم يكون في أساس مبني على الكتاب المقدس، غير كده رؤيتك مش هتنفعك. ممكن تكون هلوسات، ممكن جدا تكون هلوسات. أنا وصلت لنهاية الحلقة، ده كل اللي عندي. أتمنى للسيدة وفاء للسيدة ناهد متولي كل الشفاء وأنه ترجع لعقلها، لكن أتمنى تتوقف عن التواصل مع السوشيال ميديا لأنه الأمر ده مش في صالحها خالص. وأتمنى من المسلمين يتوقفوا ويهللوا لأنه ده بيضركم مش بيساعدكم خالص في قضيتكم. ألقاكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء.